بتوع معاقين. هنقابل الناس. احنا دلوقتي في حته اسمها قصر الندى. هنوصل ونطلع معاكم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كتير وخليكم تابعين معانا. لسه طبعا واصلين دلوقتي مقابلين الحاج عماد. سلم عليه. اهلا وسهلا حبيبي. منورين ولينا الشرف ان احنا نطلع مع الاستاذ خالد. حبيبي. راجل محترم واحنا بنثق فيه وبنثق في شغله جدا، ويمكن اول تعرف بينا، بس انا عارفه من زمان من خلال فيديوهات وكده. راجل الله اكبر عليه. يمكن انا صابر عشان احجز معاه علشان خاطر انا ما عنديش يعني عارف ناس كتير. يمكن انا عندي فكره من العربيات، بس شايف ان قدرات الله اكبر حاجه الواحد يعتمد عليه فيها. الله يخليك. الله يبارك فيك. معانا احمد. اهلا وسهلا استاذ خالد. حبيبي ابو حميد. حبيبي يا استاذ خالد. حبيبي يا باشا. متابعين الاستاذ خالد، والاستاذ خالد الله اكبر عليه. ان شاء الله نجيب عربيه كويسه بامر الله. باذن الله باذن الله. احنا دلوقتي طبعا لسه ماشيين دلوقتي، ده الطريق اهو طالعين على الدائري. ان شاء الله باذن الله هنوصل بالسلامه وهنطلع معاكم تاني. وكان لفت نظرنا كده شويه حاجات واتكلمنا فيهم، هنطلع برضه نقول لكم عشان ايه تبقوا عارفين معانا التفاصيل باذن الله. وادعوا لنا بالتسهيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لسه واصلين دلوقتي. هنا ده المكان اللي هو فيه العربيات. قدام قريه اسمها ستيلا. ستيلا دي مالي. داخلين احنا كده بس عشان الناس برضو لو حد جه يبقى عارف. تمام. الطريق احنا بنعديه دلوقتي. احنا هنخش كده على طول. هنوصل ونطلع معاكم تاني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم متابعين معانا. دي مخازن، وفي مخازن تانية بره. دي الشركة الكورية لاستيراد السيارات. العربيات اللي جوه دي شايفينها. انا اول مرة اجي العين السخنة اهي. دي العربية اللي انت بتقول عليها الهونداي دي. بس دي الصغيره دي. دي الصغيره هنا كده يا عم محمد بص كل دي عربيات شايفينها. في بوابه قدام اكيد. في بوابة هنا جاية. في بوابه كده نخش. شايفين كل كوريا. دي الشركة. ننزل بقى ونخش ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. خليكم متابعين معانا. احنا انت كنت بتقول لي الكيا بكام؟ هنا العربيات دي الشركة الكورية عاملين عرض. بتقول لي انت عندي انا بيبدا الجمل من 215,000 اول فئه. 215 اول فئة. اول يا فئه. ريت. خليكم معانا كده باخد منه الاسعار حاجه عشان برضو تبقوا مذاكرين الدنيا وشايفين كل العربيات دي. تبدا مع العرض 280,000. 280 240,000. 240. هي كان 280 صارت 240. خفيته 40. يعني زي الفوق. دي دي وكذا واحده عندي 10. دي اول واحده المفروض اول فئه. اعلى فئه منها بصمه. دي كامله بصمه. فتحه سقف كله. اول فئه هي 200 بس يمكن تقريبا 250,000 مع بصمه. تمام. والسول يعني اللي كنا عندها اللي زي ديت السول عندك تتكلم من 225 230,000 كمان. 225 230. ده بالنسبه للعربيات اللي احنا ايه بس تبع الشركه. الجمل ب 215 15 تبدا. صح كده. طبعا عربيات اهي. الالنترا الام دي بتبدا معاك من 288,000. 288. حارقين الناس كلها. دي شركه كوريه هنا. وفي بقى طبعا تجار. خليكم معانا واحده برضه عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي. يعني انت هينزل عربيات من المعرض الثاني. انتوا كده عاملين عرض. عملنا عرض عشان هنا كمان. عشان هنا والشركه اللي هتتفتح الثانيه. صح كده. صح. طبعا زي ما انتم شايفين كده بره عربيات اهي. ده الراجل اللي كان واقف معانا ده اهو. حبيبي. اهي. سول هنا هناك في سول عادي. انا السول هنا صف. عندك سول كتير. وانا سول بره عندي. ناخد رقمك بقى عشان نتواصل معاك. ها طبعا عربيات اهي. الناس اللي معانا اهم. فاحنا هنشوف دلوقتي الدنيا. امسك الشنطه دي بقى كده خليكم معانا. بص احنا لسه بنتفرج على السول دي. شفنا واحده الدواير يعني اغلبيه العربيات فيها معجون. يعني بص من قبل ما نحط قلم ولا حاجه هنا في معجون. بصوا باين جسمها حلو. بس العربيات بيبقى فيها حتت في العلقه دي انضف شويه. بص الداير بتاع الرفرف. بس دي كلون كاوبشن كماليات. يعني في الوان على انواع معينه في العربيات من ضمنها دي اللون الاسود بيبقى حلو فيها. في عربيات بتبقى نكد اللون مش حلو في العربيه في الماركه نفسها في العلامه نفسها. المعجون ده متجبس برضو معجون الكبوت ده. تمام.
هنشوفهم هيرسوا على انا عربيه ونتفرج عليها. هنتفرج على العربيه دي دلوقتي من بره كده، والحته اللي انا وريتها لكم دي مش حلوه. في عربيات تانية، يعني العربيه دي طقم الجنط اللي فيها، جسم العربيه حلو، بس اللون مش عاجبني فيها. هنشوف بقى هو ايه الدنيا. خليكم معانا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وخليكم متابعين. بصوا بقى، احنا بقالنا ساعه بنلف. شفنا السول دي ودي ادي دول 3. شفنا دول اللي هناك دي والسودا اللي احنا كنا واقفين قدامها، واللي قدام حالات مش حلوه، يعني حالات مش عجباني. معرفش بقى، انا شايف عربيات كويسه واقفه على حيلها، بس الشركه دي ظاهر العربيات اكتريتها مش حلوه. معرفش، ما بقولش على حد، ما بقولش اسمها، بس انا بتكلم عشان الناس تستوعب. ما تخش على اي عربيه وخلاص، او تخش على شركه تنام فيها وتروح قايل انا هاخد من دي وشكرا. يعني بص السول اللي واقف الناحيه التانيه دي حلوه ازاي. بعد اذنك يا حاج كده، بص في عربيه كده من وقفتها اهي، من قبل ما تفتح بابها، من قبل ما تعمل اي حاجه بتبقى. فلما بتتفرج بقى بتبتدي تطلع، انما انا مش وانا داخل عليها بطلع اللي فيها دي خلاص. يبقى انا من البدايه مش دي. الوش هنا برضو كده ايه يعني، في ظبط. الاكسدام ده فيها بس مش زي التانيين واعيين خالص. فدي حاجات برضو معلومات سريعه كده، ما نخلي بالنا، ما نخشش نعتمد اي حاجه وخلاص، وما ننامش على ايد حد. لازم نشغل دماغنا. خليكم متابعين معانا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وخليكم معانا. احنا بقى ما عجبناش حاجه جوه هنا، طالعين بقى فين؟ طالعين بره. منذر اهو طالعين كده بره في الشمس. دي السول الجديده ولا دي معدله وش؟ دي كهرباء. طلعنا بره بقى نشوف الدنيا اهي. دي شكلها برضو حلوه. العربيه دي نضيفه. مفتاحها معاك؟ شوف دي. تعالى طلع. بقول لك حماده، طلع لي العربيه دي، عايز اشوف السول دي. طلع مفتاح، خلي حد يدور. احنا طلعنا بره، بس العربيات بقى المساحات ضيقه خالص. هنشوف الدنيا فيها ايه وهنطلع معاكم تاني. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخليكم معانا. بس اهم حاجه الاساسيه. يعني انت دلوقتي كده هتساعدنا. دي حلقه انضف، بس بص اي حد هيخش عليها كاوتش نايم اغيره. ماشي. انا بتكلم مع الناس بقى منذر. اتكلم مع كله هيظبط. ها هو هنا بيقول لك ايه، يعني انا بقول وجهه نظر، ممكن اخش اتعب شويه. بص العربيه دي طقم جنط، المكنه الجي دي اي، الفتيس الجديد. شايفين واحده جوه بيقول لك ب 450,000. 12 دي كام؟ 10 ولا 9؟ لا دي 11. ايه 11 ترخيص 12. دي 11 انا زيها. مش هنا، التسيم جوه. ليد تحت. هو ده تبع الجلابيه. عربيه فيها اوبشن جنوط، غمازات، مرايات. بص المكنه من قبل ما اعمل اي حاجه، من قبل ما ندور قبل اي كلام، عربيه ما شاء الله. انا اقف جنب الحاجه اللي زي كده ما امشيش. نور النور الصغير كده. بطاريه غير. تعالى دور تاني. تعالى دور تاني. اديها بس بنزين شويه، هي شكلها ما فيهاش. عايزه بطاريه. لا ماشي البطاريه. عايشين معانا الجو بقى اللي احنا بنعيشه. بطل ما تدورش، دور معاها. ما تنورش بقى انوار، عشان البطاريه دي ميته خالص. تمام. خليكم معانا بس هنفحصها، بس انا بطلع معاكم واحده واحده عشان تبقوا شايفين اللي احنا بنعمله ايه بالظبط. بنتفرج على العربيه. الفيديو فاصل اللي انا كنت مطول فيه. العربيه دي سول اللي احنا شفناهم بالنسبه لها كنب. العربيه دي سخانات طاره، سخانات كراسي، فتيس الجديد، مكنه الجي دي اي، 2 كاميرا خلفيه، فتحه سقف، بلوتوث، ايرباج 8 ايرباج، 2 اهم و6 في القوايم. لا في حاجات كتير. فوميه، جنوط. عربيه فيها كماليات واوبشن كتير ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. عربيه ماشيه 95 عداد. سالنا على واحده جوه بيقول لك ب 450,000. دي ب 360. وهو يعني بصوا جوه هنا اهي المبنى، واحنا طلعنا بره. وفي عربيات جوه بيقول لك ب 230 وب 240 وب 250. بس معلش ما تجيش فرد الكاوتش بصمه، يعني تكييف تاتش. لا في حاجات
اهي بصوا بس الكلام مرايات ضم، غمازات في المرايات، بس الكلام في الفلوس دي ب 360,000. هو طبعا الفلوس مش جايه معاه وبيقول لك بعد العرض والكلام ده. فانما انا دي بالنسبه لي امسك في عربيه زي كده. بصوا طريقتها، عربيه سليمه ما شاء الله عليها. السليم بيبان يعني في وسط العربيات. يعني انا عايز اوريكم العربيه دي مزنوقه ازاي، انا بنزل بالعافيه. بصوا مزنوقه ازاي، اوريها لكم من بره. بصوا شايفين عربيات قد ايه، كله مزنق في بعض. ودي واحده اهي ما عجبتنيش، دي مانيوال مش ما عجبتنيش، هي حلوه سليمه بس مانيوال. ما عجبناش. بص العربيه مزنوقه في وسط عربيات، دخلنا عملنا ازاي من قبل ما افتحها. قلت لهم العربيه دي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، العربيه بتبان من قبل ما تخش عليها. بعد كده بتفحص العربيه، بتطلع بقى اللي فيها. انما من البدايه عشان ما اقعدش ابص على دي وابص افتح ابص على العربيه كده، لا مش حلو. بص العربيه جنود، العربيه دي ما شاء الله عليها. بس لو هو بقى الفلوس تكمل معاه تبقى العربيه دي بالنسبه له احسن من اللي احنا شفناه، حتى لو اغلى شويه. اللي هيركب مره واحده. تمام. برضو نصيحه بنقدمها في وسط الكلام، خليكم معانا لحد ما نخلص. طبعا احنا ماشيين من هنا في مكان تاني. ده شايفين الراجل اللي واقف ده اللي بشاور عليه ده صاحب المكان. ده راجل محترم، هو سوري. عملنا العربيه بسعر وهو مش موافق، يعني نزل معانا شويه برضو عن اللي هو بيقوله، فما حصلش نصيب. فقلنا هنعمل ايه، هنروح نبص في اي 30 وهو عايز يبص عليها في مكان تاني خالص. احنا طبعا طالعين من هنا اهو، ده الباب العمومي زي ما انتم شايفين. وعايز اوريكم حاجه بس يا رب حد بس ما يزعلش مننا. في عربيه احنا طالعين بره اهو. يلا ايه العربيه اللي هناك دي؟ دي اهي. هو عايز يبص على دي. لقينا واحده هنا قبل ما نطلع. في عربيه بره مغيره قطعيه خلفيه. بس طبعا مش كل العربيات اللي موجوده بتبقى كده، عشان ما اقعدش اعمل بس ايه زيطه واونطه بالكده. لا بتبقى في لقطات. ده لاخواتي برضو اللي بيبقوا بيبصوا ليه بتفحص وليه بتبص، ممكن بتبقى في حاجه دي العربيه اللي هو عايزها. الستيشن الطويله يعني هو عايز حاجه عائليه اهي. CW دي تمام اهي. نبص بقى عليها، العربيه دي حاجتها حلوه. بيقول بكام؟ حلوه العربيه دي ما شاء الله. طب ما تعرف بكام اشوف. هي دي بيقول بكام؟ طب اسال طيب عشان ما نقعدش نتفرج وتلاقي الكلام مختلف. العربيه دي حلوه اهي. انا بعيشكم معايا خطوه بخطوه، بنقولوا ايه، بنتكلم ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، الناس بتقول ايه، بتعيشوا ايه الاجواء اللي حاصله بالظبط. بنتفرج ازاي، بنروح بنيجي. ناس بتبقى ماشيه بنفس الخطوات ديت، ناس بتحب التفاصيل، بتبقى مبسوطه بتتفرج على الفيديو. فانا بعيشكم معايا كأنكم موجودين بالظبط. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا. انا طولت شويه هنا، لما نوصل هناك هقفل وهنفتح تاني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم. اللي هي دي اللي هتبقى العربيه. طبعا احنا ندور عربيه وشغل التكييف. رجعت كهربيتها هي من جوه، تكييفها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تلج. العربيه دي 2 ايرباج ABS. يا ابو حميد فطاره ايه؟ عربيه محترمه جدا. عدادة 91، حالتها حلوه. عربيه رش بره، كراسي جلد. عربيه شنطه واسعه. العربيه دي اللي هي الSW ديت، العربيه الطويله. الموتور بتاع الالنترا اهو. تكييفها حلو، مكانتها ما شاء الله ناعمه حرير. العربيه واخلها زيرو. بيتكلموا فيها في 260,000 معاقين. بس هي القصه كلها في ليه حاجات في الصاج مش يعني تبقى ناقصه. صدام الخلفي، الفانوس اللي في الظهر، الحاجات دي بتبقى ناقصه شويه. باب الشنطه بس دي الحاجات. انما التانيه اللي هي الهاتش باك العاديه بتبقى سعرها اعلى من دي وقطع غير متوفره. هنشوف الدنيا فيها ايه، هم بينقروا في الفلوس اهو. خليكم معانا. بص احنا اللي واقف ده طبعا احمد انت شفتوه، اللي واقف دوت اللي هو ابو تيشيرت ابيض، ده صاحب المكان. مش عايز ينزل جنيه ب 260، بس هي العربيه حلوه. كان سأل في مكان تاني برضو عشان يبقى احنا المعلومات كده كافيه وكامله. لا العربيه ديت بيتكلموا في 300,000 في المكان ده، واحنا داخلين شاورت لكم عليه. رحت انا قلت له تعالى نجرب، انا ما اعرفش حاجه، انا اول مره اجي. قلت تعالى نجرب المكان ده. جينا هنا
اول كلام وهو اخر كلام ب 260,000. عربيه حالتها حلوه اهو. ده بيقول لك انا ريزل، بس هو يعني شكله شاب محترم. هو اللي بيقول والله مش انا، بيقول لك انا ما بنزلش، انا ريزل شويه في الفلوس بس بجيب من الاخر. عربيه حلوه، السي دبليو دي مش وحشه. تمام. انت جاي في المرايه عشان انت عمال تقضيني. العربيه دي ما شاء الله حلوه. هو بيطلع الفلوس وهي يعدله. هنخلص. يا عربيه بره مغيره ربع زي ما قلت لكم وشغالين فيها، بس مش عارف هعرف اوريها لكم ولا لا. والعربيه دي ما شاء الله عليها حلوه. بص كاوتشها حالته عامله ازاي. جسم العربيه بيبان. مش بقول لكم انا فارس وبعمل وبطير في الجو، انا بتكلم بمنطق. بقول لكم ان في عربيات بتبان من وقفتها. يعني انت تخش على العربيه من وقفتها بتبان، بتراجع عربيه. بص انا ما اعرفهاش هي، بص جسمها عامل ازاي، واقفه عامله ازاي. دي رشه مش قد كده، البويه اللي عليها مش حلوه، من انا ما فتحتهاش. بص العربيه دي واقفه على حيلها. دي كمان نفس الموضوع، واقفه على حيلها. دي واقفه همدانه شويه، دي واقفه همدانه شويه. في حاجات بتشوفها كده. عايز اوريكم العربيه اللي بتتعمل. خبوها وشالوها اهي. دي لا، فين هي؟ انا اول ما دخلت شفتها. فين هي؟ ده شالوها. اما دخلت بصيت عليها وفتحت الشنطه دخلوها جوه قدام خالص. الصناعيه شغالين قدام خالص. عربيه فيها نص ورا، هي دي. مش عارف اعرف اشوفها ولا لا، برضه هشوف كده لو عرفت اجيبها لكم. خليكم معايا اهي بالعقل اهي عشان ما حدش يزعل. شفتوها؟ فيها نص خلفي، يعني ما فيهاش نمر ولا فيها حاجه، بس انا بوريكم ان في حاجه عربيات عشان كده تبقى مركز وانت بتشتري. بس هو انه في عربيات تاني كتير زيرو ما شاء الله عليها. شفتوها؟ فيها نص ورا نص خلفي، بتتعمل صح، معموله جايه من بره معموله غلط. شاي اشرب شاي انا. هي العربيه اهي خلصنا بفضل الله فيها زي ما قال. بس انا عجباني العربيه. دايما لما باجي ببقى اكني بشتري لنفسي. الموضوع مش موضوع برضو للناس اللي بتتفرج وبتشتري عربيات للناس. قسما بالله لا بندعي المثاليه ولا بنقول كلام، احنا بنقول كلام ينفعنا وينفعكم. لما تشتغل خد اللي انت عايزه من اللي جاي معاه، بس اهم حاجه تبقى انت بتتفرج على العربيه. سيبك بقى من ان انا مثلا ايه، في نقطه كنا بندردش شويه واحنا جايين وهنفتح كلام دلوقتي واحنا ماشيين. انا ممكن عشان اخد مثلا من المعرض او من المكان او اي حد زيي بياخد، بيبقى مثلا هيطلع لك 5000 جنيه هيحطهم على اللي بيشتري 10 و20 و30. ايه امسك، بيحطهم 10 و20 و30 الف على اللي بيشتري. وفي ناس بتضطر، يعني بيضطروا ناس برضه عشان مش كله هيبقى محمل على الناس اللي بتيجي تتفرج او تشتري. في ناس بتبقى هو عاوز كده، يعني مش عاوز اللي يجي معاه يقول له لا انا هشتري العربيه دي بسعر كذا ويجيب له سعر كويس وسعر محترم. هو عايز اللي يضحك عليه. بلاش يعني لما يكون حد ماشي معاك وبيخاف عليك، اللي انت بتدور ما تديلوش حقه وهو يروح ياخده من الناحيه الثانيه، هتدفعه ال 5000 اللي هتديهم للي بيتفرج لك او جاي معاك او ماشي معاك بضمير. اهم حاجه ما يكونش بيبيعك بره، هتدفعهم 30,000. فبلاش ده يعمل ناصح وبلاش ده يعمل ناصح، يبقى ماشيين بما يرضي الله. الكلام ده احنا دردشنا احنا جايين. ولما تكون في حاجه حلوه حتى لو مش هاخد حاجه خالص بمسك فيها. بيقعد لي بقى الرزق مش هيجي من ده. لو ده ماسك وناصح وزي ما بيقولوا يعني ما بيحبش يطلع جنيه، اللي بيجي تاني الرزق بيبقى بقى من حد تاني غير ده خالص. بس انت عملت ضميرك ورعيت ضميرك ورعيت ربنا في الحاجه اللي انت جبتها. زي كده عربيه ما شاء الله. هات كده العربيه دي 2010. هو اختياره سي دبليو ديت اي 30 هو عايزها. احنا كنا بناخد السول زي ما انتم شفتوا. هم دخلوا المكتب وهنخش دلوقتي هنشوف بقى. انا حبيت بس ان انا اتكلم الكلمتين دول وهنتكلم واحنا ماشيين ان شاء الله باذن الله. هنخش المكتب وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دوس لايك ناسي لحد دلوقتي دوس، ما تبخلش علينا باللايك عشان القناه تعلى وتكبر بيكوا وليكوا وتشوفوا حاجات تانية جديده. وان شاء الله باذن الله الشغل اللي جاي يبقى احلى واحلى واحسن واحسن. صلى على اللي اشترينا منه العربيه. انا ده رابع حد يخش بعد ما بيع العربيه. صورنا يا جدعان. راجل محترم. ده احمد. لما تخافيش مش هجيب عم عماد. الف مبروك. الله يبارك فيك. تمام. الف مبروك يا عم عماد. الله يبارك فيك يا باشا. ده احمد طبعا. ده الراس الكبيره ده. ده الراس الكبير اهو. راس كبير قاعد اهو. ده بيقول لك ايه، وليد بيقول لك انا ريزل شويه. اول مره واحد يقول كده اهو. بص بيعترف. ما رضيش ينزل حاجه في السعر خالص ولا جنيه. جاب لنا شاي. جاب لنا شاي بس. طب الحمد لله احنا شربنا شاي. هو راجل محترم. تدفع كام دلوقتي؟ 150؟ 150.
تمام يا باشا. انت ايه الدنيا، احنا شفنا كذا عربيه. يا باشا بص، اللي انت بتمضي عليه انا بغمض عينيا. بس احنا شفنا كام عربيه عاملين ازاي. شفت كتير، ومن قبل ما حتى تقيس الحاجه او تشوف او تعمل اي حاجه، يلا مش حلوه. لا. احنا مسكنا في السول وفي الاخر دي عجبتنا برضو زي الكيا السول. دي عجبتنا. اولا كسعر، وبرضو حالتها وعدادة حلو، عربيه كويسه وهو راجل محترم. بس مش عايز ينزل حاجه. وليد اهو وعمال يقول لك عشان انا منزل لك. انت كده منزل. انا اسال اي حد بره في البيت هي كلمه تتقال شكرا. يا عم احنا متشكرين على الواجب الجميل اللي احنا خدنا منك حاجه كويسه. ان احنا ناخد منك انت، ما احنا كنا هنروح مكان تاني. احنا كنا جايين من المكان اللي انت جيت فيه اول امبارح، صح كده؟ ما شفت واقف ازاي؟ طبعا خلصنا دلوقتي وبيكتب الورقه اهو، هيعمل توكيل للمستخلص اللي معاه عشان الاجراءات. الناس اللي ما تعرفش طبعا عندنا على القناه، هو المتبع بيبقى ايه يا وليد؟ معلش كده في السريع كده، المتبع بيبقى ايه؟ قول لي كده عشان الناس برضو معانا تبقى فاهمه اللي بيجي ياخد عربيه معاقين. بس انت مش عايز مش مطلوب منك غير حاجه واحده، التوكيل اللي بتعمل في الشهر العقاري تيجي تستلم ان شاء الله بعد اسبوعين. بيدفع مثلا الجواب، احنا بنحول لك الجواب من بورسعيد، بيدفع لك نص المبلغ، بيدفع لك 90%. يعني حضرتك دفعت 150 هتحول لي 85 تمام، والباقي حوالي 25 تمام، ده هتجيبهم لي وانت بتستلم اللي هم 90% 10%. ويعمل توكيل بصيغه انت معينه بتديها له على الواتس وتعملها لي وتيجي تيجي على الاستلام على طول. دي معلومات برضو بنضيفها للناس عشان تبقى عارفين وانتوا بتشتروا بتعملوا ايه. وده راجل احنا اتعاملنا معاه راجل محترم، عربيه كويسه والسعر كويس، والف مبروك. وهنكمل كلام واحنا ماشيين يا عم عماد. الف مبروك. شركه ايه؟ كار انترناشونال. دي ناس احنا اتعاملنا معاهم، ناس اول مره اخش طبعا انا المينا بتاعت العين السخنه دي. هنكمل كلام واحنا ماشيين ان شاء الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم. خلصنا، هم دلوقتي بيتكلموا بيقولوا على الحاجات اللي في العربيه. ابعت لي صيغه التوكيل، احنا طالعين دلوقتي. يعني انا بقول لك الصوره دي، بص الصوره دي خلاص الراجل المفروض يستلم كام 5 دولار والله ما فاكر الدولار كان بكام، بس انا خلاص 6400 خلصت بكام؟ 6400 6400 يعني بكام مصري؟ مش فاكر كان ساعتها الدولار ده مش فاكر. دي خلصت ب 6300 دولار. اهي هي موديل كام يا وليد؟ 10 دي 2010. سقف جنط ايه؟ فتحت سقف دي المكنه القديمه والفتيس الصغير. ها طبعا الثانيه بصراحه ما تستاهلش اللي احنا سيبناها ال 12 بصراحه فرصه. يعني لا اللون ده ما بيجيش مع حد. طبعا احنا طالعين دلوقتي اهو ماشيين، طالعين من هنا. العربيه اللي انا شفتها اللي مغيره نص رجعوها ورا خالص هنا. اول ما دخلت اتفرجت عليها. عربيتك انت؟ ده احنا عايزين نرمي شويه لفوقيها. اهي بص اهي ايه يا باشا؟ اوريها لك اهي. طلعوها تاني قدام. بص العربيه دي فيها نص خلفي اهي، دي فيها نص خلفي. بصوا دي مغيروا نص، بس طبعا اروح هيزعلوا. دي بره واحد اشترى طبعا ارضيه جوه بتدفع 2 دولار كل يوم. واحد اشترى ما استلمش وما جاش، راح مطلعنا له بره. في الجزء الثاني بقى الناحيه الثانيه. هنركب العربيه اللي معانا دي السكودا اللي هناك دي. هنركب في العربيه بقى ونكمل كلام. العربيه دي افتح بقى عشان دي البانوراما بتاعتها بايظه. بص بيفتح البيبان ازاي. دي حاجه بص ما تحسهاش الا في الصهد اللي احنا فيه. هنركب دلوقتي فرن ساونا. الراجل ده يا جماعه انا مش عارف اشكره اولا ازاي، على يعني هو كان اكتر مني حرصا على ان انا اجيب عربيه كويسه. الحمد لله. حتى من قبل ما نروح بيتكلم بيقول يعني لا تعالى كده في 100 عربيه قدامنا، والناس ممكن يعني عايز اقول لك ان ممكن الناس حتى ممكن يجي عشان يرد ده، بس الراجل ده بره الموضوع. الراجل ده ملوش علاقه بالكلام ده خالص. الراجل ده اللي يهمه مصلحه العميل اللي معاه. الحمد لله الحمد لله. تعال نكمل كلام في العربيه يلا. هنا بقى في نقطه كنت عايز اقول لكم عليها. العربيه دي البانوراما بتاعتها السقف اللي هي الستاره اللي فوق دي بايظه، اللي انا عاملها في السكودا اللي كانت معانا دي اتقطعت. اركب بقى دلوقتي واقعد في الفرن اهي. ده ريس بصوا اهي دي حاجه بسيطه زي ما انا كنت بقول في معلومات. بص دي اهي دي في الشتاء تحفه، انما دلوقتي
هنتعذب. احنا داخلين دلوقتي رحله العذاب في العربيه، صح يا احمد؟ هنشغل التكييف شويه. التكييف ولا يعمل حاجه معاها دي، انا مش عارف انت بتمشي بيها في الصيف ازاي. هنكمل كلام واحنا ماشيين. يلا يا عم عماد، نسي الفيزا بتاعته صح؟ خليكم معانا. لا يا عم يمين في شمال كده، احنا كده هنخش جوه الصحراء. ده المكان التاني كده، التكييف بيجمع نفسه، شايف انت كده بيجمع نفسه ازاي؟ بص بقى دي واقعه ايه، انا شايف العربيات واحنا جايين من هناك، قلت لك تعال نخش الثانيه دي اهي، ما تحسش بقى بقيمتها الا في الجو اللي زي ده دلوقتي. دي معلومات من زي ما انت على طول، زي ما انت على طول، لو الطريق اهو في شمال. طب انت يا عم عماد كنت بتقول ايه بقى؟ عشان ايه هنقفل دلوقتي يا باشا؟ انا بصراحه مش لاقي حاجه اقولها تعبيرا عن وقفتك وعن جدعنتك حبيبي، في ان انت مثلا بتخاف على العميل بتاعك. مش قادر اقول لك قد ايه يعني، والله يا جماعه الراجل اتكل على الله على طول، عامل فوق الصح. شمال من هنا، شمال من هنا، شمال من هنا. وانا بنصح اي حد ما يجيبش حاجه لوحده مهما كانت درجه فهمه. يا عم شمال من هنا واطلع من الباب ده، انت عايز تدخلنا جوه باي طريقه ليه؟ او يعني انا علاقتي بالعربيات بعتبر ان انا يعني نوعا ما يعني الحمد لله بفهم وجبت قلم وبتاع وكلام من ده ونزلت. خش يمين، اطلع بقى من هنا، اطلع من الباب ده. هو والله والله ما عايز تطلع، والله ما عايز تطلع، انت عايز تفضل تلف. ما هو من هنا خش اهو، ده الباب اللي جاي من حاجه هنا. ثانيه يا عم عماد، نشتري لا حاجه كفايه ولا كده. حاجه. احنا دلوقتي لما شفنا كذا عربيه عشان الناس تستفاد من الفيديو، ما يبقاش فيديو وخلاص وكله دعايه ليا والكلام ده. لا مش تعويض دعايه والله. لا، انا بقول عن احساسي وعن اللي شفته منك. الحمد لله والشكر لله، ده كرم ربنا علينا. بس انا اللي عايز اقوله حاجه، احنا لما دخلنا على العربيه اللي دخلنا عليها الاولانيه والثانيه والثالثه، كل ما بنخش يقول لك لا ده عربيه مستعمله، وقبل ما نخش كمان بتقول لي حود كده لا خلينا بعيد. بس اهم حاجه ان انا ما شاء الله عندك احساس عالي الحمد لله بالحاجه قبل ما تروح لها، وفعلا لما بنروح بتقول لي لا بقى فيها كذا وكذا. بقول لك اللي قلته قبل ما نيجي اهو. المكان الثاني اهو على فكره، المكان الثاني ما احنا مشاورين عليه واحنا جايين. نقفل بقى الازاز ده كده، التكييف جمع اهو، صح كده؟ لا انت بفضل الله يعني عندك مهاره ان انت تحس بالحاجه. الحمد لله. مش اي حد بيحس بالشغل. العربيه بتبان وانت داخل عليها لما تكون عندك خبره، بتلاقيها على الجهاز قبليها كمان. الحمد لله والشكر لله. يا عم الف مبروك، وكانت معاينه موفقه بفضل الله. وانت يا احمد؟ لا الحمد لله والله تمام يا هندسه، وانت بفضل الله احنا يعني انت جيت معانا سهلت لنا حاجات كتير بجد. وانت لما تيجي تجيب عربيه ثانيه قلت لها هاجي ايه؟ ده اساسي، انا مش هينفع امشي من غيرك. حبيبي والحمد لله والشكر لله. الله يخليك، الف مبروك والحمد لله. احنا دلوقتي طالعين من هناك اهو، ده الطريق اللي احنا داخلين منه، وان شاء الله باذن الله نوصل بالسلامه. وخدنا العربيه كويسه وسعرها محترم، والدنيا بتبتدي تريح، والدولار طالع نازل ما بين 47 لحد 49 وال50 وينزل، وهي الدنيا ماشيه كده. فدايما هنقول نصايح ومعلومات تكون مفيده عشان الناس تستفاد، ودينا بنقول اسعار زي ما الناس بتبقى حابه تقول زي الراجل دوت بنقول. اللي ما بيحبش يقول طبعا ما بحجرش على حريه حد ولا باجي عليه، وبقى يعني ما زعلوش مني. تمام، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا طالعين دلوقتي ان شاء الله، وتمنى نوصل بالسلامه ويا مسهل الحال يا رب. السلام عليكم.